ربما كانت تصريحات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني الشرارة التي انطلق منها الخلاف بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين، والذي بلغ ذروته بقطع العلاقات وإغلاق الحدود. جذور الخلاف والاختلاف تمتد لأزمات سابقة بين الدوحة وبعض جيرانها الخليجيين بشأن مرتكزات أساسية. ففي عام 2011 دعمت قطر موجة الاحتجاجات في العالم العربي، لا سيما في مصر، حيث رعت الدوحة صعود الإخوان إلى السلطة في مصر، ودعمت سيطرة التيارات المتشددة على طرابلس، فيما انسحبت قطر من المبادرة الخليجية للحل في اليمن. وبلغ التوتر أوجه عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من الدوحة في أول وأكبر أزمة دبلوماسية عرفها الخليج. لكن الأمور تطورت مؤخرا بشكل متسارع. ففي 24 من مايو الماضي بثت وسائل الإعلام القطرية كلمة للشيخ تميم أمير قطر تلخص الخطوط العامة للسياسة القطرية التي لا تتناسب، وكونها عضوا في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بالخط العام لسياساته. جاء في كلمة الأمير أن وجود قاعدة الإعداد الأمريكية في بلاده يشكل حماية لقطر مما سماها أطماع بعض الدول المجاورة. كما أكد أن لقطر تواصلا مستمرا مع إسرائيل، مشيرا إلى أن التوتر مع الولايات المتحدة لن يستمر. وخلافا لما التزم به خلال القمة الأمريكية الخليجية، أوضح أمير قطر أن إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وأنه ليس من المصلحة التصعيد مع إيران. كما وصف الشيخ تميم ميليشيا حزب الله اللبنانية بأنها حركة مقاومة. بعدها استمر الإعلام القطري في شن هجماته، وزاد باتهام إعلام الدول المجاورة بالمؤامرة، ثم باتهام جيران قطر بالتآمر عليها. لا بل إن وسائل إعلام قطرية نشرت كاريكاتيرا مسيئا للعاهل السعودي الملك سلمان. كذلك بث الإعلام القطري أخبارا مفبركة عن الوضع في اليمن الذي يخوض فيه التحالف العربي بقيادة السعودية حربا لدعم الشرعية هناك ضد الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران. في الأول من يونيو زار أمير قطر الكويت، فيما وصفت بأنها زيارة رمضانية تقليدية كانت قصيرة جدا، ويبدو أنها لم تتطرق لأي وساطة كويتية بين قطر وجيرانها كما فعلت الكويت عام 2014. وصلت أكثر من رسالة لقطر بشكل غير مباشر لا تختلف عما التزمت به قطر في اتفاق الرياض الذي أنهى أزمة سحب السفراء في إبريل عام 2014، ووثيقة جدة في نهاية العام نفسه التي وقعتها دول الخليج مع الولايات المتحدة لمنع تمويل الإرهاب، وغيرها من المواثيق والاتفاقات في إطار مجلس التعاون الخليجي. لكن لم تصدر أي بادرة عن قطر تشير إلى احتمال فك الارتباط بينها وبين التنظيمات والجماعات المتطرفة والإرهابية التي تدعمها ماليا وسياسيا، بل وتوفر لها غطاء قانونيا بإيواء قياداتها في الدوحة.